ريت كان جاء رئيس كاي قبل كان يعملوا الزيارات فوجئيه حتى وزير ما عملها. من الاول كان يهبط في الليل. اي صحيح صحيح ثم بلايص مخترين وزازلهم هو فهمتني. وفضلوا عاد هو خليج عاد معروف سلاحه هو بوليسي هو في الاصل. وفضلوا مشاكلهم واحد كل شيء. من بعد كي ولات تجي الاخبار مخطوطه والبنادريه كل شيء ما عادش. انا باش نزيد على كلامك. انا باش نزيد على كلامكم باش نسخنكم شويه بعد نزيد. اي باهي تفضل. تفضل تفضل المدام. يا عيني يا عيني. اخر كلمه بالحق نقولها بالحق. كان روحي انا اللي عاقد فيه النوار. عاقد فيه النوار. وكنت متوقع انه باش يتكلم هكا. ما تكلموش من الاول هذيك اللي خساره. من الاول انا متوقع. قلتها وعارفت عليه راهو باهي. راهو يجي نهار ويحل برشا مشاكل. بكلمته هذيا انا كشاب تونسي يعني كيف اللي يعني من اللي قال عليهم حاملين شهاده التعليم العليا وكذا. في واحد من 10 ملايين اللي مولودين في التراب. اي وليت متفائل. انا كنت ايس وربي لا يحفظ تمشي. ولابس في السواد يا خويا لبسنا بالالوان راك بالروز غدوه عاد. الله احد الله احد. انت كان عندك طلب تطلب منه طلاق ولا لا؟ طلاق مش من مرته منك انت؟ هذه امور شخصيه. امور شخصيه خاطر هي مع الشخصيه برشا هذيك المشكله تو. نعرف كل رئيس يشد رئيس بالديمقراطيه بالقانون ما عادش ملك الروح ولا ملك الشعب. شعبه هو اللي يقول له يعني كاش نعمل شنو نعمل. هذه الديمقراطيه نعرفها. اما ثم امور شخصيه انا ولا انت ولا غير ما عندناش الحق نتحدى. اول حاجه ما عندناش الحق نجي نقول له بدل فاميلتك ولا نحي خشمك ولا نحي مرتك. اول حاجه سامحني كنتروليهم وكاو ما يصيرش. اما اي راجل ما يجيش كنترولي مرته. انت تحديتي انا تحديتي مرتي مش تحكم فيها 100%. اي خاطر باش تتفرج عليكم بعد هذاك علاش. يا خير ربي يخليكم بعضكم. يا ربي يفضلك. طيب شو تعبدوا لله؟ هاني نكتبوا اللحن. يا عيني ونغنوا. المدة الأخرانية بكل اللي كتبت ما كتبت شيء. خاطر ماني فيهم شيء. العباد هكاك العباد اللي خدمت لكلات لا رقدت لا يولي عندي 3 أيام أنا راقد ساعتين فيهم. أنا كي نمشي زغريتها امشي على راسلك الرئيس. ايش خاص تطلب منه يمشي على راسلك؟ انا نطلب منه يحضر في عرس كيف الفيلم المصري عرفته. بعد الخطابه هذه باش نعرس 30,000 روزات. انا تعرف كيما قعدت كيما قبل ضمن لي مستقبلي كمواطن كشاب. ضمن لي مستقبلي اني باش نعيش بيه ونعيش بيه صغاري نهار اخر ونعيش بيه بنت ناس اللي تكون مسؤوله مني. صحيح. ماني طالب حتى شيء. انا مش انا طالب قصار. يا ودي لا حد فينا طالب فيلا لكن نحكي كشخص. انا طالب فيلا انا طالب قصار انا طالب بي دي جي انا طالب خدمه على مستواي. نحب نعيش مستور. تيني خدمه اني كي نخرج بها العطار نقضي كي نخرج للسوق نقضي كي نروح لمرتي نلقاها تضحك وتلعب تمرض مرتي يمرض ولدي ننزل للسبيطار وانا متهني. اعطيني حاجه مش اللي كنام تولي كيف قلت يحيى الرئيس كنام انا نقول فيها قبل ما يعطيني. اما لا سامحني كنا نقول يحيى بن علي قبل قال لك انا نقول يحيى بن علي قبل نقول يحيى بن علي غدوه قال عبد الامام انا اللي يحكمني اسقفي انا كيك انا نسير خبزيست تحكمني يرحم ابوك الكلمه باهي. مين حكمتني يا سيدي على راسي وعيني. انا اخترتك باش تحكمني من الناس اللي تحتك. انت اخترتهم احكمهم. انا ما اخترتهمش. لا مش انت تكلم الزين. انا اخترتك انت يا زين باش تحكمني. العباد اللي اخترتهم انت احكمهم. مش انا سامحني. وزير تاع فلاحه وزير تاع صحه حط لك ديريكتور جينيرال. ديريكتور جينيرال تسمع بيه اسمع يقبلك لشكون؟ الموظف عادي باش يقبلك السكرتيره. السكرتيره اش تلقاها تقول لك دوسيك او عنا. كي تقول لي انت دوسيك او عنا انا عديت عمري نقرا. تعرف معناتها لين شبت كي عديت عمري ضيعته في القرايه. ومن بعد انا نجي نقدم لك مطلب باش نخدم. شنو تحب مني؟ تحبني نزيد نضيع عمر اخر باش نستنى حتى تجيني خدمه؟ يعني انا نعرس عمري 45 سنه سامحني نجيب طفل وعمري 48 سنه ولدي يولي يقرا عمري 51 سنه. ما يوصل ولدي سامحني ما يوصل ولدي يعمل لي 15 و 18 سنه
سنه الا من يعيط عليه رحمن رحمن في الشبانه. العمر بيد قال سعيد صالح في مدرسه المشاغبين قالوا مش تعرس، قال ليش متعرس؟ ليش تعرس؟ قال انت بالبيت باش تقرا 20 سنه، زيد على 20 سنه 10 سنين في الفاك، وزيد بعد 10 سنين في الفاك عامين مينيتير، بعد عامين مينيتير 10 سنين ما تتلوش على منابر. لا مش هكاك مش هكاك. واحد في عمتنا عمره تو 40 سنه قالوا شبيك مع عرس؟ قالوا نسيت. علاش الكلمه نسيت؟ نسيت تعرف مرتها نسيت مش مهم يعني يغطس يعني ما يعني نحاها من باله يعني نحاها من باله. علاش نسيت؟ لأنه ما عندوش خدمة، فهمتني؟ ما عندوش راس مال، ما عندوش دار، ما عنده حتى شيء. علاش نسيت؟ بالسيف ينسى. ما عنده الماء. يا وديع يا وديع، شو نحن شعب لنا بتاع تكسير، لنا بتاع عياط، لنا بتاع ضرب، يضربوا بينا مثل في العالم اجمل. يضربوا بينا المثل في العالم اجمل. كانوا كانوا لا ومازالوا ويلزمهم يرجعوا مازالوا. انا ما نحبش يضربوا بي المثل، نحب نضرب بروحي المثل يا اخويا. صراحه في وسطنا راه كما قلت انت من قبلك يا وديع، الشعب التونسي في وسطه كعبيات الشعب فيها ويعملوا في المشاكل وهما اللي ينزلوا الناس للعرك. هذه ما كذبتش فيها. سلفيه خويا فيها الكلمه ولاد حرام. ولاد حرام يجي يتزين يلبس لك قناع انه متدين، يلبس لك قناع انه مثقف ويجي يشعلها. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يقول لك يا انسان صلى الله عليه وسلم اذا لقيت ادخل بالحسنى ما تدخلش بالعرك وبالمشاكل. وجد لي اخاك المسلم 70 عذرا، فما بالك انت ربي يقول لك اتبع الله ورسوله واول الامر منكم تبع رئيس. ماكش ربي انت مش تحاسب، ماكش ربي بالحق مش تحاسب، مش تحاسب على حقك ما يسالش، طالب حقك ما يسالش. اما سامحني انا مش هكايا بالتكسير، انا نتعدى ونشوف. انا مشيت لحومتي نشوف فيها عجيني محروقه حتى بتاع كان نحاها من بلاصتها. يا ودي حانوت البيبيات هذا اللي بيعود باش بيبيات محروقه ما بقات فيها حتى هنا في البيبيات وبزوز كراف. ما انت كي تسرق انت كي تمشي للبنكه وتحرقها بما حق تحرقها انت، ولا تمشي لي انت للبوسه تحرقها بما حق انت تحرقها. القباضه ما يسالش. سامحني القباضه هو البنكه والبوسه، البنكه والبوسه باش ما ستك يا اخي مش توانسه يخدموا فيها والله باهي والبوليس في حد ذاته. انا عندي صاحبي سامحني يا وديع يا وديع البوليس في حد ذاته، البوليس اللي انت تشد تضربه في حد ذاته. اخي مو تونسي كيف حتى لا تونسي ما عنده حتى ذنب. هو جبد سلاح ما وصلش جبد سلاح الا ما تو انت قلتها بفمك مقبليك يشوف 50 واحد زادهم عليه. لا 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 هذه صارت في كان نحكي على كان معين قبيلك هذيك في الحمامات. اما هي صار زاد برشا ظلم بوليسي. ومش الجماعه هذه خويا راهو عمرك ما قلت ريحه في استاد وانت طالع تتفرج. ثم ظلم والعباد غلط عليهم. انا شفت حاكم مطلوب يقعد ياخذ روحه بالسوق في الكهرباء. سامحني قداش من مره انا ملاك سامحني ملاك. ريت المظاهره بتاع البارح اللي حاضرينها انا فهمتني، كانوا يمشوا وجهوا ويمشوا يعيطوا لاباس عليهم، يعني ما ثم لا تكسير لحد شيء. كي جاهم الحاكم فهمتني ولا يضرب فيهم بالبومبه بتاع غاز ولا الحجر ولا الدنيا كلها. هذه انت حاضر عليها؟ هذه حاضر عليها. باهي عندنا شهاد عيان فيها. هذه يعني كانوا يخلوها حكايه حاضر. انا هوانا باش نلخصها. الظلم موجود في العالم كامل والظلم جانا بكثره. تو مطلوب نتكلموا على حقوقنا. يعطيك الصحة. أما تو ما عادش تكسير، تو تحب الطالب، تو قال الرئيس تو في الراديو. كسرها لي نتاعك. الرئيس قال في الراديو، واش قال في البارتي اللي ما عندنا تفرجناش نحن. أي سمعت في الراديو، أي نفس الخطاب. نفس الخطاب بالطبيعة. اش قال؟ قال لك ثلاث مرات من حقك. 3 مرات غلطون. قال من حقك. يعني من حقك طالب بحقك. اما لو في حدود معقوله. هو قال لك انا كيف تتكلم انا تو تعرف امنيتي اني ندخل اداره ولا بيرو تشغيل ونتمطل بيا مثلا نفترض انا مش ولا ما يخدموني ولا اني هو ولا هاو دبلوم ولا هاو كذا ولا راني نخدم في خدمه مش مستواي مش تاع قرايتي اللي قريتها مثلا خدموني في خير ما يخليني نعيش مرتاح ما يحقرونيش ما يطردونيش